وعلشان نتأكد إن ما فيش أي أذى هيوصل لبناتنا أو لولادنا بعدين، فلازم نتأكد إن اللي حصل مع ماما ده يعني لو انا في غابه فهمونا ان احنا في غابه، لكن احنا في دوله قانون وفي بلد قانون. ما تعيطيش يا ماما لو سمحت، بساعد والدتي بتسليم ارضها. ليه شايفاني بطلة؟ جامد. ليه بطلة جامد؟ ليه بقى؟ دي كرامتي. مش هيحصل تاني، فمحتاجين نتفق مع الجيل الصغير إنه يساعدنا نقدر نحميه. يلا بينا بقى نتفق معاه. ايه يا جوجو؟ ايه يا حبيبتي شفتيه؟ كنت شايفاه اصلا قبل كده؟ كنت شفته قبل كده بس مكنتش فاكرة عليه من دلوقتي. طيب استوعبتي حاجة منه من اللي أنا شرحتها فيه؟ استوعبتي إيه؟ ما حاجات كتير عشان الناس دي والناس مش عارفة حاجات كده حاجات. طيب الحاجات الحلوة دي أنا عايزة أعملها ليكوا عشان لما تكبروا تبقى الحاجات الحلوة دي موجودة، ما يبقاش موجود حاجات وحشة زي اللي موجودة دلوقتي. إيه رأيك؟ ماشي، بس أنا محتاجة مساعدتكم، ممكن؟ طيب الحاجات دي المفروض إن إحنا نعلمها لكم من دلوقتي، بس عشان في فرق سن ما بيننا صغير، مش كبير قوي يعني، بتاع كام سنة كده. فعشان فرق السن الصغير ده انا ممكن اكون مش عارفه اوصل لكم المعلومه. فهنتفق انا وانت اتفاق، كل يوم هتعلم حاجه جديده، هعلمها لك انت وتيتا وحسين. ايه رايك؟ علشان تيتا لما تتعلمها ما تغصبش عليا تاني، او التيتات كلهم واجدادكم الناس الكبيره كلهم بتوع زمان يبقوا متفقين معانا ان احنا لازم نديلكم مجتمع امن علشان يحميكم، علشان ما نبقاش قلقانين عليكم. تمام؟ انتوا بقى هنعلمكم علشان تكبروا وانتوا متعلمين الحاجات دي، فتقدروا تقولوا على الغلط غلط وتقولوا له لا، وتقولوا على الصح صح وتزودوا. اتفقنا؟ ماشي. كل يوم هتصل بيكي وهشرح لك حاجه معينه، وهقول لك استوعبتيها مني او محتاجه اغير في طريقه شرحي حاجه معينه ولا لا. تمام؟ هنسجل المكالمه دي وهننزلها كل يوم. اتفقنا؟ ماشي، نبتدي من بكره. عايزاكي تبقي فاهمه ان الهدف من الفيديوهات دي هو انكم لما تكبروا تتجوزوا ما يبقاش في اي مشاكل اسريه ما بينكم وما بين ازواجكم، وكمان علشان تقدروا تعيشوا في مجتمع امن ما تلاقوش حد يأذيكم ولا حد يعمل لكم اي حاجه وحشه. انت فاكره اللي حصل مع تيتا؟ احنا عايزين نتاكد ان اللي حصل مع تيتا ده مش هيحصل مع اي حد فيكم باي شكل من الاشكال، او اللي حصل مع ناس تانية غير تيتا. فعلشان نقدر نعمل كده لازم نشتغل مع بعض. الحاجات دي ما بتتعملش لوحدها، لازم احنا نشتغل على اننا نصنعها بنفسنا. فمحتاجين نبذل شويه مجهود. مستعده؟ مستعد. انت فعلا. قولي لي بقى كتكوته، انت عندك كام سنه دلوقتي؟ 13. انا كنت هقول 12. انا كنت واثقه ان هو 12 بس كبرتي سنه اهو. ماشي. انا بقى مستعده ان انا العب معاكم وافهمكم كل الطرق اللي تناسبكم، بس انت بقى تأمريني تقولي لي انا يا عمتو بفهم بالطريقه دي، او انا يا عمتو حابه الطريقه دي، او احنا البنات يا عمتو انت والبنات الكتاكيت اللي في سنكم بتقدروا تستوعبوا المعلومه بالطريقه دي، وانا عليا انفذ لكم الطريقه اللي تنفع معايا. انت هتبقي المرشد بالنسبه لي للسن بتاعك. تمام؟ فاهمه؟ أفضل طريقة يعني عشان إحنا نستوعبها ايوه. الأمثلة اليومية واقع حياتنا. الايه؟ الأمثلة الحياتية. ماشي. تقدري بقى تبقي تجيبي لي امثله علشان اتعلم منها، او تعلميني تقولي لي ده اللي بينفع معانا اكتر او ده اللي بنستوعبه اكتر؟ هتساعديني؟ قد قد الموضوع ولا الموضوع كبير علينا؟ قده؟ ان شاء الله. يعني هنبتدي من اول بكره والمكالمه دي مسجله وهتنزل. موافقه؟ ماشي يا قلبي، اشوفك بكره ان شاء الله. خدي مسابقه. ابعتي لي بوستي. ابعتي لي بوستي. شكرا. اشوفك بكره يا جدكوت. وكده احنا اتفقنا مع تالت ضلع. فاضل تالت ضلع نايم تعبان، اما يصحى هنتفق معاه في الفيديو الجاي، هنشوف احنا اتفقنا معاه ازاي، لان احنا محتاجين ناخد ولد
محتاجين ناخد بند المفروض يكونوا مرشدين بالنسبة لي علشان يفهموني إحنا إزاي نقدر نوصل للجيل الصغير كتاكيت، وإيه المشاكل اللي بتواجههم علشان نقدر نفكر مع بعض نحلها إزاي. المجتمع الآمن لولادنا مش هيتبني لوحده، إحنا اللي هنقدر نبنيه مع بعض. الضرر اللي بنشوفه حوالينا دلوقتي للأسف اتزرع من الأجيال اللي قبلنا، فإحنا محتاجين نشيل الزرعة الفاسدة دي كلها ونبني زرعة جديدة من الأول. فأنا ما عنديش مانع أبدا أبذل شوية مجهود لو أنتم كمان معايا. متنسوش تعملوا فولو علشان كل يوم نتعلم حاجة جديدة، وأول هدف لينا هو إننا نبني مجتمع آمن لينا ولأولادنا ولأهالينا، علشان أولادنا يقدروا ينتجوا ويبدعوا ويحققوا لنفسهم مستقبل أفضل، علشان يقدروا يتجوزوا ويكونوا أسر ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات، واحنا نبقى مطمنين عليهم ومسلمين لهم المجتمع آمن علشان يقدروا يعيشوا بسلام وسعادة ويقدروا ينتجوا ويبدعوا. يلا بينا نعمل حاجة جديدة علشان احنا اللي هنزرع زرعة جديدة اللي هتنبت زرعة صالحة إن شاء الله على أيامهم. فمستعدين انتوا كمان بقى نبتدي مع بعض من بكرة كل يوم نتعلم حاجة جديدة. دمتم بخير، أشوفكم على خير بكرة إن شاء الله.